بالعكس انا عايز ادعم الناس زي ما حد دعمني، ودخلنا دلوقتي عملنا بارتنر مع التيك توك لايف. التيك توك لايف دلوقتي هقول لكم معلومه، بس انا مش عارف ينفع اقولها على الهوا ولا لا، بس انا اقولها لكم بما اننا احنا بندردش مع بعض وفاتحين قلبنا لبعض. التيك توك الفتره الجايه دي عايز يعمل بالانس، عايز يخلي المحتوى عليه كنترول. يعني ايه المحتوى عليه كنترول؟ انت اي حد كان بيعمل محتوى قبل كده هتلاقي الريتش بتاعه ما بقاش احسن حاجه لو بيعمل محتوى مخالف لسياسات التيك توك. فالتيك توك دلوقتي بيدعم كل ايجنسي، يعني احنا ايجنسي تعليمي، فبنمرن الناس على اللي هو ازاي يبقى ميديا باير، ازاي يبقى كونتنت كرييتور. ففي ناس كتير بنقابلها بعد ما بنديها الكورس عايزه ابتدي بس مش عارف ابدا منين. لا تعالى وانا احطك على التراك واعمل لك سبورت. لو انت هتقدم كونتنت هادف لمهنتك، لوظيفتك، لهوايتك، لاي حاجه، لا تعالى واقول لك تعمل ازاي كونتنت، تبلان ايه الاوقات اللي تنزل فيها الكونتنت بتاعك، هتنزل الكونتنت كام مره في الاسبوع، لو في حاجه ترندي بالنسبه لمجالك انت هقول لك عليها عشان تعلم الريتش، ازاي يخليك تجو فايرال، يعني ازاي يخليك انت بالمحتوى بتاعك تنتشر بسرعه ما تقعدش وقت زي الناس اللي ابتدت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وقعدت وقت كبير جدا علشان تبتدي اللي هي تتعرف وتبتدي اللي هي الناس تشوفها، وقعدت عملت مجهودات وايديت وفيديوهات وصرفت. انا هشيل لك كل ده يعني بفضل الله. الكلام ده مش كلام كده وخلاص، والله الكلام ده كلام مهم يا جماعه. انت لو تعرف حد عايز يبقى كونتنت كرييتور ترشحهولي، يبقى جزاك الله كل خير. عايز انت تتحرك وتبقى كونتنت كرييتور، الموضوع ده هبوش فيه معاك يعني بجد جامد جدا. ليه؟ لان هو ده البالانس اللي نرجع له تاني اللي التيك توك عايز يعمله. هو عايز يخلي دلوقتي اللي فيه كونتنت محترم كبير، وكونتنت يزق الكونتنت اللي السمعه شوهته الفتره اللي فاتت دي كلها. فبالتالي احنا عايزين نستفيد من الفرصه دي، هي الحياه فرص. فلو انت حابب تبدا في مجال الكونتنت كريتور، حابب تبدا في مجال الميديا باير، حابب تبدا بيزنس بتاعك، انا ان شاء الله يعني هنزل السكادجول بتاعي وهنزل مواعيد اللايفات بتاعتي. هعمل لايف عن ورشه